مبروك للنادي الاهلي على المباراه الكبيره اللي عملها النهارده مع سيراميكا، ومش مبروك بس الفوز على سيراميكا، لا الأحسن مبروك الاداء الرائع لبن شرقي ولتريزيجيه ولزيزو صاحب المستوى وصاحب الاسلوب الجميل والجهد الكبير. النهارده الاهلي كان كله حلو، وبالتدريج يا جماعه، حتى لو في فترات النادي الاهلي اتاثر بيها شويه، بس ما ننساش ان هو بيعمل عمليه احلال وتجديد وانسجام وتغيير مدربين واصابات بالجمله. احنا عندنا 3 مصابين، 3 هم فرقه: امام عاشور وحسين الشحات واشرف داري، غير اللعيبه التانيه. فالنهارده الاهلي كان نقدر نقول حط خطوه كبيره ونقطه كبيره جدا من اول السطر عشان يبدا مرحله جديده ان شاء الله، ويتفوق ويرجع احسن من الاول. وعلى فكره كل الناس اللي بتشجع الاهلي عارفه ان الاهلي راجع وراجع بقوه، بس هي عمليه انسجام وعمليه وقت مش اكتر، لان الاهلي مليان كوادر ومليان نجوم. النهارده الاهلي قدم مباراه رائعه، وكل الفريق كان حلو، الدفاع والوسط والهجوم. وما ننساش يا جماعه كمان خط الوسط، مروان عطيه كان عليه عبء كبير، وديانج النهارده برضو كان عليه عبء كبير. المدرب فضل يلعب باتنين ارتكاز عشان يأمن نفسه، وتغييراته كان ممتازة. مدرب النادي الأهلي كان تغييراته في توقيت ممتاز، في وقت فيه سيراميكا بدأ يمسك زمام الأمور شوية. التوقيت اللي نزل فيه طاهر كان توقيت مثالي جدا، لأنه الأهلي بدأ فعلا يتضغط. والتوقيت اللي نزل فيه عبد القادر برضو كان مناسب جدا، وبيكم برضو قدم خط الوسط وقفل الملعب، بحيث ان انا كده كده كسبان، ليه اخاطر؟ بس النهارده الاهلي كان ممكن يجيب تالت ورابع، لولا ان بس كان في عدم تركيز شويه من اللعيبه. كان ممكن الاهلي يضيف الاهداف اكتر من كده. الف مبروك للنادي الاهلي.